فسيخ الغلابة، البسارية المملحة أو الملوحة. تعالوا بقى أقولكوا ازاي في البيت تعملوها وانسوا تاني انكم من بره تشتروها. في يومين بس هتاكليها. شايفين شكلها حلوة ازاي؟ بجد تحفة جدا، ريحتها وطعمها خطيرة. تحس ان انتي بتاكلي فسيخ رخيصة ومالية السوق دلوقتي. فيلا بسرعة بعتي لك 2-3 كيلو كده واعمليها وخزنيها. بجد تحفة جدا وبتفتح النفس. اول حاجة كده انا بجيب البسارية بتاعتي بغسلها كويس جدا وبغسلها في المصفى. تمام، باحطها في قلب المصفى كده زي ما انتم شايفين، وتحتها بولة كبيرة فيها مية. بفضل اغير عليها كده لحد ما المية تيجي معايا نظيفة كده مفيش فيها اي عكارة خالص، لان البسارية بتبقى جاية مليانة يعني بتنزل مية مش حلوة. خلاص، لحد ما المية تنضف كده تماما بسيبها في قلب المصفى وبحطها في على رف التلاجة ليلة كاملة او على الاقل ساعة. تمام، لحد ما تنشف معانا ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. خلاص، بعد كده بحضر الملح بتاعي. كل كيلو هياخد 4 معالق من الملح، اللي هي المعالق الاكل بتاعة الاكل العادية دي، ومعلقة من الشطة ومعلقة من البابريكا. اقلبهم كويس جدا مع بعض. تمام، وبعد كده بقى نروح نملح البصلية بتاعتنا. انا صفيتها كده زي ما انتم شايفين ليلة كاملة على رف التلاجة، وعلى الاقل تبقى ساعة، يعني ما يبقاش اقل من كده. خلاص، هحط عليها الملح كده زي ما انتم شايفين، ومش هقلبها بمعلقة ولا بأي حاجة. اقلبها كده، يعني هرفع البولة كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده واقلبها. خلاص، والملح بقى اتحكموا فيها زي ما انتوا عايزين. درجة الملح اللي انا حطاها عليها يعني معقولة جدا او مظبوطة، لا هي دلعة ولا مالحة قوي. فلو انتوا بتحبوا الحاجة تكون دلعة ممكن تخليها 3 معالق بس. خلاص. انا بعد كده هعملها في الجردل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت رشة ملح كده في الملح المبهر ده في الارضية كده، وبعد كده بالمعلقة هرصها طبقات. لو حابين ان هي تبقى دلع ما تحطوش ملح لا تحت ولا بين الطبقات. تمام، يعني هترص البسارية كده على طول فوق بعضها وخلاص كده. يعني تكتفوا بالملح اللي انتوا حطيتوه. انا ما حطيتش ال4 معالق كلهم عشان تكونوا واخدين بالكم. حطيت بس معلقتين كده رشيتها على البسارية وانا بقلبها، والمعلقة التالتة حطيتها تحت وفوق كده بين الطبقات زي ما انتوا شايفين. فممكن تستغنوا عن المعلقة اللي هي التالتة دي لو انتوا عايزينها دلعة قوي. لو حابينها تكون متوسطة زي كده هتحطوا ال3 معالق. خلاص، وفي الاخر كده قفلت عليها برشة من الملح وشوية من الزيت. غطوها بشوية من الزيت كده. وانا برضو ما كترتش الزيت اوي لان الزيت غالي زي ما انتوا عارفين، فيعني احنا مش هنوفر من هنا ونبعزقها من الناحية التانية. خلاص. بعد كده هجيب كيس بلاستيك او اكياس تلاجة وهقفل عليها كويس جدا عشان ما يطولهاش اي هوا، عشان ما تعفنش كمان معاكي. خلاص، انا هنا كده قفلتها بالاسترتش كويس جدا، وكمان مقفل عليها بالزيت عشان الهوا. خلاص، هقفل عليها بالغطا. الغطا يكون محكم، وهسيبها بقى في باب المطبخ او في فرن البوتاجاز لو انت ما بتشغلهوش يعني. المهم في مكان بعيد عن الضوء يومين 2 بس. يعني انا عملتها لحد بالليل، فتحت عليها 3 الصبح. كانت عايزه اقول لكم زبده، بجد كانت زبده مستويه جدا، ريحتها تحفه قوي. المهم تكون حطاها في حاجه محكمه الغلق عشان تستوي معاكِ بسرعة وما كمان ما تتعفنش، وتاخدي منها نتيجة حلوة. عايزة اقول لكم الريحة والله وانا بافتحها حاسة ان انا مخلية فسيخ مش بسارية. هتتخموا فيها، ولما تيجي تفتحوا عليها كده الغطا تخموا فيها، تحسي ان انتوا عاملين فسيخ. ريحتها تحفة قوي. طعمها حلو، تحسي ان انتوا بتاكلوا سردين بلدي او فسيخ. يعني طعمها لذيذ قوي وكمان رخيصة. مكلفتناش اي حاجة، ما نزلتش ولا نقطة مية اللي حبة السائل اللي فيها دي من الزيت. خلاص، لان احنا منشفينها كويس قوي. طبعا البسارية بتتاكل بحالها، يا دوبك بتشيل الراس وبتاكلها بحالها. مفيش فيها اصلا سفة بتاعها مش مؤذي. فعايزة تنضفيها زي كده تنضفيها كلها وتاكلي على طول براحتك. هي بقى ما بتتغسلش، بتاكليها من الجردل كده بتاعها على طول. المهم تحافظي عليها بعد لما بتخلليها، تحتفظي بالجردل على رف التلاجة كده. مادام فتحنا عليها خلاص فلازم نحتفظ بيها في التلاجة. ده كده شكلها بالهنا والشفا. جربوها بجد هتعجبك جدا جدا. متنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا اشتراك.